في الفيديو ده هنشرح الكيو. الكيو عندي عكس الستاك. احنا قلنا في الستاك ان هي ماشيه بقاعده ليفو اللي هي لاست ان فيرست اوت، اخر واحد بيخش هو اول واحد بيطلع. انا عندي في الكيو بقى العكس، عندي الفيرست ان فيرست اوت، فيفو بيبقى اول واحد دخل هو اول واحد بيطلع. خدها كانك واقف في طابور، كانك واقف في لاين. ماشي. انت عندك لو انت شفت لاين، انت دخلت بتروح تقف في الباك، بتروح تقف اخر حد في اللاين، بتجوين من ورا. ماشي. بعد كده انت بقى لما بتيجي تخرج بتفضل تقدم لحد ما تبقى اول حد، لحد ما تبقى في الفرونت. فاحنا عندنا في الكيو اللي بيجوين من الباك اللي هو من ورا وبيليف من الفرونت، هو بيخرج بقى خلاص لما يوصل لاول واحد بقى بيخرج. تمام. اللي هي بتبقى قاعدة فيفو. عندي بس الداتا تايب بتاعها بيبقى الان كيو، بيبقى بينسرت اللي هو حد اتضاف، بس بيتضاف من الاخر. يعني هو الراجل كان في لاين، الراجل ده دخل، فده دخل بدأ من الاخر لحد ما يوصل من الاول، هيطلع يعمل له دي كيو بقى لما يوصل هنا، لما يوصل اول واحد يبقى يخرج من الليست. حلو. الابلكيشنز اللي انا ممكن استخدمها عليها زي ما قلنا، ممكن تكون مثلا في شغلانه مثلا زي راحه البنك. ممكن تبقى في كول سنتر، جالك مثلا كذا كول فبيخلص كل اللي قبليك بعد كده هيجيلك. حلو. انا عندي دلوقتي الاوبريشنز بتاعت الكيو. عندي 5 اوبريشن. عندي اللينس، هي بتبقى شبه الستاك. عندي اللينس والان كيو والدي كيو والفرونت والامبتي. اللينس عادي بيقول لي عدد الاليمنتس اللي موجوده في الكيو بتاعتي. الان كيو بياد من الباك، والدي كيو بيشيل من الفرونت. طب تعالوا نفهم الحته دي بشكل اوضح. انا مثلا عندي اري، ماشي، مثلا معايا 6 و7 و8. تمام. وعندي مثلا المكان ده فاضي في الاري والمكان ده فاضي، انا ما مليتهمش. انا عندي الاري بتاعتي من 5 elements وانا مليت 3 بس. تمام. فمثلا دلوقتي انا عندي فين الفرونت اللي هو اول واحد اللي هو ده اول واحد دخل عندي، والباك بتاعي هو ده الفرونت وده الباك. حلو. انا دلوقتي لو جيت عملت دي كيو، مين اول واحد دخل عندي؟ الست. يبقى مين اللي هتعمل له الدي كيو؟ هي الست. فانا لما اجي اعمل دي كيو يبقى هشيل الستة دي ومكانها هيبقى فاضي، والفرونت هتتشال من هنا وهتبقى هنا. يبقى انا عندي ال7 هي الفرونت. التيزر بيتحرك يروح على اللي بعده. ده عندي الفرونت. والباك بتفضل واقفه. الباك بتتحرك امتى؟ لما اجي دلوقتي مثلا انا عملت ان كيو، دخلت رقم جديد. انا قلت مثلا هعمل ان كيو لخمسة. فهنا بقى اول ما ضفت هيضيف هنا 5، والتيزر بتاع الباك هيتحرك هيقف هنا على ال5 ان هي الباك بتاعتي. يبقى انا كل مره بدلت حد بيروح على اول رقم عندي بتعمل له دي كيو، والفرونت بيتحرك خطوه لقدام يقف على اللي بعده. والباك اول ما انا ما انسرت حد اعمل ان كيو، اول ما ادخل حد معايا في الليست، التيزر بيتحرك خطوه كمان ويروح يقف على الباك بتاعي اللي هو الرقم اللي لسه داخل. دلوقتي انا عندي الداتا تايب، قلنا الان كيو، قلنا الدي كيو. دلوقتي في الاوبريشن عندي الفرونت. الفرونت عندي ان انا مثلا لو قلت له ان انا عايز الفرونت، كتبت الكود كده قلت له فرونت، ماشي. كده هنا هيجيب لي اول رقم، هيطبع لي ال7. انا كده بقول له انا عايز اول رقم. بس الفرق هنا والستاك، في الستاك لما كنا بنطلب التوب كنت اعمل كل التوب كان بيعمل لها، كان بيشيلها، كان بيعمل لها بوب، بيمسحها من الستاك ويعرضها لي. هنا لا، هنا بيعرضها لي بس ما تتمسحش، بتفضل موجوده ما بشيلهاش. يعني انا قلت له فرونت، كتبت له فرونت، هيروح يشوف مين الفرونت في دول ويطبعها لي، بس مش هيمسحها من الليست بتاعتي، تفضل موجوده. ونفس الحوار في الباك. لو جيت وكتبت له باك، لو كتبت له في الكود انا عايز الباك، هيروح يجيب لي رقم ال5 ويطبعها لي، وبرده مش هيمسحها، هيسيبها زي ما هي. هيقول لي انت الباك عندك رقم 5. وعندي دلوقتي عندي امبتي. الامبتي دي بتريتيرن وذر ذا كيو از امبتي، ماشي. بتبقى نفس البول فانكشن، اللي هو انا لو بساله هل الكيو ده عندي امتي، هو هيتشيك. لو فاضي هيطلع لي ترو، لو الكيو عندي فيه ارقام هيطلع لي فورس. عندك في الابستراكت داتا تايب، احنا قلنا في الامبلمنتيشن بيبقى فيه تو ويز، اما بستخدم لينكد ليست او بستخدم دايناميك اري. طيب في اللينكد ليست الكيو بيبقى ماشي ازاي؟ وفي الدايناميك اري برضو. عندك مثلا دي كده لينكد ليست.
حلو. احنا كنا قلنا في الستاك لما اجي بعمل بوش من عند الهيد، يعني انا باجي ازود باجي ازود هنا كده مثلا، واحط الرقم بتاعي والهيد بتشاور عليه. طب حلو، في الكيو هنا بقى هنعمل العكس. هنقول ان احنا لما اجي هزود من الباك، يعني مثلا هزود رقم 5، فهزود هنا رقم 5. طب هتقول لي اشمعنى؟ بص، انت عندك دلوقتي في الكيو عندك حاجتين انت بتبقى مسيفهم، فرونت وباك، بيبقى على طول موجودين. كده كده انت معلم هنا ده الفرونت، ومعلم ان هنا ده الباك. حلو. فانت لما هتيجي مثلا تقول له انك تعمل ديليت للفرونت، ماشي، اللي هو اول رقم دخل، فهو اصلا مشاور عليه، هيعمله ديليت من غير ما يتحرك، من غير ما يلف على الليست. ولو قلت له يزود حاجه، فهو كده كده واقف هنا، فهيزود والباك تقدر تتحرك خطوه، فهو برضو مش هيحتاج يلف على الليست، هي خطوه واحده بس هيعملها. ماشي. انما لو جيت قلت ان انا هانسرت من هنا، يعني انا لو جيت قلت ان انا هانسرت هنا، ماشي، يعني ده هدخل من هنا ومن الباك، ماشي، همسح لان انا مثلا ده اول حاجه. فانا كده هضطر، انا بعمل دي كيو، بمسح من الفرونت، فالفرونت هيضطر يمشي على الليست كلها لحد ما يوصل لاخر واحد ويعمل له ديليت. ولما اجي اضيف كده هيضطر الباك برضو يمشي على يعني يلف على الليست كلها لحد ما يوصل لاول واحده ويشيلها. فدي واخده معاك خطوات كتير، هي هتنفع بس هتبقى بطيئه. فالاحسن انك انت في الكيو تعمل انسرت من الباك، تعمل انسرت بالاخر. ماشي. والاحسن عندك في الستاك انك تعمل انسيرت او تعمل بوش من الاول من عند الهيد. فاحنا عندنا في الكيو يبقى الفرونت باول رقم هنا، والباك بيبقى اخر رقم. ولما باجي اضيف انا مثلا زي ما قلت، لو جيت وقلت له ان انا عايز اعمل ان كيو، عايز اضيف، انا هشاور هنا مثلا هيعمل ان كيو للاربعه، فانا عندي في اللينكد ليست هضيف الاربعه واقول ان ده الباك بتاعي، والتيزر هيروح من هنا، هيبقى على الباك هناك. تمام. دلوقتي انا مثلا لو قلت له عايز اعمل دي كيو، فهيروح يعمل دي كيو، هيشيل لي الستة، فالفرونت هتبقى هنا. ولما تبقى الفرونت هنا، الهيد هيتشال من هنا، والهيد هيبقى بيشاور على دي على طول، لان عندنا انا عندي هنا الهيد بيساوي الفرونت. بس دي فكرة الكيو مع اللينكد ليست. وفي كل دايناميك اري، في الاري عندي زي ما شرحت بيبقى عندي اري هنا مثلا 4 و5 و6 زي ما شرحت اخر مرة. اول رقم عندي، اول اندكس اللي هو الزيرو، ده بيبقى الفرونت، واخر اندكس عندي ده بيبقى الباك. ولما باجي بزود هنا، والباك ده التيتا ده بيتشال من هنا، بيبقى هنا، بيبقى عندي الباك هنا. لما باجي ازود رقم ده بيبقى الباك. وفي الفرونت عادي نفس الحوار، ان انا بشيل اول رقم والتيزر بيروح الناحية التانية لما باجي اعمل دي كيو، نفس اللي شرحته المرة اللي فاتت في الجزء اللي فاتت. هنا هتبقى الفرونت بس. اهو عندك using linked list، عندك بيقول لك الفرونت هو الهيد، والباك اللي هي التيل اللي هو اخر حاجه. فانت عندك دلوقتي هنا دي الليست بتاعتك، في الفرونت بتاعك هو ال9 والباك عندك ال7. هتيجي هتزود من هنا، مثلا زودت 6، هنا هيبقى 6 والباك هيبقى بيشاور على ال6. لو لما تيجي تدلت تعمل دي كيو هيشيل لك ال9. وفي الدايناميك اري او عندك اكزامبل، عندك الفرونت هو ال9 والباك هو ال5. في جزئيه بس حابب اشرحها برضو عندي في الكيو. دلوقتي انا عندي، لو عندي الاري ده مكون حجمه من 4، اسمه ايه ده، 4 اندكس، 1 2 3 4، عندي 4 اماكن. حلو. وانا الباك عندي خلاص، يعني انا باين ان هو خلاص الباك في اخر رقم اندكس عندي، يعني ما اقدرش اضيف حاجه تانية في الاري عندي اتملت. طب انا لو بصيت، انا مازال عندي مكان هنا فاضي. طب انا دلوقتي الليست هي باينه ان انا الليست عندي فاضيه، بس لا، الليست عندي سوري مليانه، بس لا، في مكان فاضي. حلو. فانا دي حاجه بعملها اسمها سيركلر اري، ان هو خلاص انا الباك بيوصل للاخر، اول ما الاقي ان الباك وصل للاخر يقوم لافف عايز تاني يجي يقف هنا. انا مثلا دلوقتي طلبت انا عايز اعمل ان كيو، عايز اضيف رقم 4، عايز اضيف 4، فهو يضيف من عند الباك. هاجي ابص هنا مش هلاقي مكان. طب ما انا لسه، ما ممكن يكون عندي حاجه قديمه، مثلا انا كنت مثلا مسحت حاجه، ماشي،
في الفرونت ومكان عندي فاضي زي حاجه زي هنا، فضلت مثلا شغال قمت ماسح مثلا الرقم اللي هنا في الفرونت راح الناحيه التانية. طب ما هو لسه في مكان فاضي في الاري في الاول. طب انا هنا بعمل ايه؟ ايه هي السيركل اري؟ انا قلت عايز اعمل انسert الاربعه، الباك هيمشي لحد هو وصل لاخر الاري، هيعيد تاني من الاول الاري بتاعه وهيقف، هيلاقي هنا مكان فاضي هيقوم هينسرت الاربعه، هيعمل انكيو للاربعه ويقول لي ان ده الباك. بعد كده هاجي مثلا اعمل انكيو لحاجه تانية، التيزر هيروح هيعدي هلاقي اول ما يوصل للفرونت، يعني مثلا دلوقتي انا ماشي تمام، لو وصلت للفرونت خلاص هيقف لان هو الفرونت لسه في بعديه ارقام، الفرونت ده اول حاجه فاكيد وراه ارقام، فهو هيجي هنا يقف ماشي وهيقول لي ان هو خلاص ما الاريه عندي فل ما فيهاش مكان تمام. فانا دلوقتي لو جيت عملت دي كيو عادي ده الخمسه دي هتتشال ماشي، ويبقى عندي الفرونت هنا والمكان ده فاضي. دلوقتي انا عندي مكان في الاري تاني، فانا ممكن اقول له ان انا اعمل انسيرت مثلا لرقم 8، فالتيزر هيتحرك هلاقي مكان فاضي هيقف هنا ويحط لي هنا 8، والباك هتتشال من هنا وهتبقى هنا بس. دي فكرة ان انا لما يكون عندي مشكلة ان انا مثلا التيزر عندي واقف عند اخر الاري، طب ما انا لسه عندي مكان فاضي ورا، فانا بعمل سيركل اري بحيث ان هو يتشيك لا يرجع يبص من الاول الاري تاني لحد الباك، لو وصلت عند نفس الرقم اللي واقف عنده الفرونت خلاص يطلع لك ان الاري مليان مفيش مكان، بس هيفضل يلف لحد ما يوصل للفرونت. ماشي، هنيجي للستاندرد تمبلت لايبرري بتاعت الكيو. انا عندي في الكيو لما باجي اكتب الاكواد اللي بستخدم اللايبرري بتاعتها اللي هي انكلود الكيو ماشي، ببقى بستخدم نفس الاوبريشنز بتاعت الستاك، الفرق الزياده اللي عندي بس هي الفرونت والباك. بستخدمهم ازاي؟ عادي زي ما نقول بنعمل انكلود الكيو، نخش جوه الانت مين نقول ان احنا هنعمل هستخدم هنا الكيو، بعد في الجزئيه دي هستخدم الكيو وانت واديها رمز حرف بحيث لما استخدم الحرف ده يبقى انا استخدمت الكيو. فانا بقول له كيو دوت بوش 10، كيو دوت بوش 20، كيو دوت بوش 30 وكيو دوت بوب. تعالوا كده نكتب الكود ده عندي هنا، لو قلت له مثلا قال لي كيو دوت بوش، قال لي كام؟ قال لي 10 20 30، يعني الفرونت عندي يبقى 10 بعد كده هيضيف 20 بعد كده هيضيف 30 تمام. دلوقتي انا عندي ده الفرونت وده الباك مظبوط حلو. جه قال لك اعمل لي كيو دوت بوب، اعمل لي كيو دوت بوب يعني هو هيشيل، احنا قلنا البوب لما بيجي بيمسح اللي هو هيعمل دي كيو يعني هيشيل ال10 تمام. فهو كده عنده هنا دي هتبقى فاضيه، طب عندي هنا 20 وهنا 30 حلو، فيبقى الفرونت عندي هنا والباك لسه في مكانه بس. فانا كده دي فكره الكود اللي مكتوب. والامبتي زي ما قلنا الامبتي بيتشيك اذا كان اصلا الليست دي عندي فاضيه ولا لا، لو فاضيه هيديني ترو، لو مليانه زي كده هيطلع لي فولس. وعندي دوت سايز، لو قلت مثلا الكيو دوت السايز بيجيب لي عدد الاليمنتس اللي جوه، هنا هيطلع لي 3 اليمنتس، في دي هيطلع لي 3. في الحاله دي لو عملت دوت سايز تحت الكيو دوت بوب، لو عملت كيو دوت السايز هيطلع لي ان الاليمنتس على حسب دي هيطلع لي ان عندي 2. وعندي الكيو دوت فرونت ان هو بيطبع لي اول اليمنت الفرونت، يعني لو كتبت اس دوت فرونت كيو دوت فرونت هنا هيطلع لي ال20، ولو كتبت كيو دوت الباك هيطلع لي ال30. عندي بقى حاجه تانية برضو استراكت تمبلت لايبرري، ان هو عندي هنا الدي كيو. ايه الفرق ما بينها وما بين الكيو العاديه؟ في الدي كيو انا ممكن اشتغل على الناحيتين، يعني ممكن ااد من الفرونت او ممكن ااد من الباك، ان انا ابقى شغال ناحيتين. يعني ايه؟ يعني بص تعالى عندي هنا مثلا في الكود اللي قصادي كان عمل انكلود اسمها دي كيو، اللايبرري دي اسمها دي كيو ماشي، وجاي رمزها برمز الدي والكيو وقال لك دي كيو دوت بوش اندرسكور باك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عندي الليست ماشي، انا دلوقتي الليست دي لسه فيها 20 عملها في الباك ماشي، وقال لك دي كيو دوت بوش فرونت، يعني دلوقتي دي ايه اللي هيحصل؟ ان هو قدام هيتباع لي 10 وهيقفل كده، بقى عندي 10 و20 هنا. عملت الباك 20
والفرونت 10، وجي قال لي تاني دي كيو دوت بوش باك 30. قال لي باك يعني ورا، فمعناها ايه؟ ان دي هتتزق كده ويبقى عندي هنا 30. فكده الباك بقت واقفه فين؟ في الاول. يعني في الاول لو رجعنا ماشي، الباك كانت هنا في الحاله الاولى لما قال لي اعمل لي الدي بوش اندرسكور باك، يبقى الباك كان ب20 وما كانش عندي فرونت. بعد كده قال لي دي كيو دوت بوش الفرونت ب10، بقى عندي هنا فرونت. حلو. بعد كده قال لي دي كيو دوت بوش 30 باك، كتبها لي في الباك. فانا هعمل ايه؟ فدي هتتشال كده وهزود هنا 30، والباك الديسر هيبقى الباك بتاعه هنا، ده اخر حاجه اتضافت في الباك اهو. حلو. بس فقلت دي كيو دوت بوب الفرونت. لما اقول كده معناها ان ال10 دي هتتشال ماشي، وهيبقى الفرونت بتاعي هو ال20، ده يبقى الفرونت، ودي هتبقى فاضي. وقال لك دي كيو دوت بوب الباك بقى، هنا برضو بقى هعمل بوب للباك، هعمل ان كيو من الباك، يعني الباك هيتشال يعني همسحه، دي هتبقى عندي فاضي كده. ايه هو تبقى انا الباك عندي فين؟ الباك والفرونت هما الاتنين هيبقوا على نفس اللاين. بس فانا عندي الفرونت والباك برضو هيبقى على نفس المكان عندي، لان انا خلاص ما عنديش غيره في اللاين، هو اول واحد في اللاين اخر واحد في اللاين اللي مفيش غيره موجود عندي. بس فهنا الباك بقى بتروح على اخر element موجود عندي. بس فانا قلت اهو الامبتي برضو بيتشيك اذا كان الدي كيو دي عندي امبتي ولا لا. ممكن اعمل بوب باك او بوب فرونت، ممكن امسح من الفرونت او ممكن امسح من الباك، ممكن اعمل بوش من الفرونت او ممكن اعمل بوش من الباك، بضيف من الناحيتين ماشي. وممكن ان انا برضو اعرض ده اللي هي دوت فرونت، ان هو يعرض لي الموجود في الفرونت، ودوت باك يعرض لي الموجود في الباك، والسايز اللي هو الاليمنتس بتاعت الدي كيو. بس فانا عندي في الدي كيو بعرف اشتغل على الناحيتين، ان انا اضيف من هنا او اضيف من هنا او اشيل من هنا او اشيل من هنا. انما الكيو بس الاس تي ال بتاعت الكيو بس انا شغال على يمه واحده، الفرونت في يمه واحده ما ينفعش اضيف من اليمه التانية، والباك في اليمه تحت في يمه واحده. سوري، في الفرونت من يمه واحده ما ينفعش اشيل من اليمه التانية، اشيل من يمه واحده. والباك عندي في يمه واحده ما ينفعش اضيف من الناحيتين، بضيف من ناحيه واحده. يبقى الكيو اس تي ال شغال على ناحيه واحده في كل حاجه، الدي كيو في الاس تي ال ان انا شغال على الناحيتين عادي في كل الحالات بتاعتي.